بسم الله. باش بديت على النبي صليت غراتان ديال الدنجال كيجي مقرمش عامر بالفخوماج، شي حاجه شهوه منها. ويلا معايا تشوفوا المقادير. يلا بسم الله. كنحتاجوا واحد جوج دنجالات، غسلوهم مزيان ونشفوهم وقطعوهم شكل طولي كما شفتوا هكا في الفيديو. صافي غادي نحاولوا نقطعوا دوك جوج دنجالات يكون واحد الحجم شويه رقيق كما كتشوفوا. قطعتهم على هذا الشكل هذا. صافي هنايا قطعتهم كاملين. غادي نحاول ندير واحد المقله فيها واحد شويه ديال الزيت ونحاولوا نحمروا هذوك الشرائح ديال الدنجال. شفتوا كما شفتوا في الفيديو. واللي بغى يديرهم في الفران يديرهم في الفران، ما كيجيش واحد اللون هكا مقرمش، كيجي بيض. المهم نمشيو نصاوبوا الحشوه كنحتاج زيت الزيتون، واحد القطره، نص بصله مشلضه، جوج ريوس تاع الثومه محكوكين. صافي كنخلطوا كلشي وكنخليو ديك البصله تنزل. من بعد كنزيدوا شويه الفلافل بالالوان حتى هي نخليوها تنزل شويه. من بعد ما نزلوا لي الفلافل كنزيد واحد جوج مطيشات صغيورين محكوكين. صافي وندير التتبيله: معلقه صغيره تحميره، نص معلقه ابزار، معلقه صغيره ملح، والكمون ما تنديروش دابا حتى الاخير، قزبر ومعدنوس، و200 غرام ديال الكفته. صافي نخلطوها وشويه ديال لاصوص طوماط. صافي نخلطوا الكل. من بعد غندير الكمون في الاخير كما شفتوا. نضيف واحد ربع كاس ديال الماء ونخليوه صافي ونخليوها واحد 30 دقيقه طيب لينا الكفته. من بعد ما طابت لينا غادي نحطوها جانبا. غادي نوجد واحد الاناء اللي كيدخل الفرن، غادي نفرشوا فيه شويه من ديك الحشوه، غير شويه ما تكثروش. ومن بعد غادي نحاولوا نعمروا هذاك الدنجال رولويات كما كتلاحظوا في الفيديو. غنهز شويه من الحشوه وغادي ندير عزيز عليكم فخوماج. ديروا الفروماج الوسط ومن بعد بداو تستفوا شكل دائري. انتم غادي تشوفوا في الفيديو الفخوماج زدتو اللي كديروا في البيتزا، ولا لا عندكم موتزاريلا ماشي مشكل، اي فخوماج عندكم. صافي من بعد ما عمرناه بالحشوه وفخوماج كنحاولوا نروليو ديك الشريحه ديال الدنجال كما كتلاحظوا. روليناها ونحطوها في الطاوه تاع اللي غنخشاو في الفرن. غنعاود معكم واحده اخرى ثاني. عاود دائما الحشوه مع الفروماج ونروليوها ثاني ونحطوها. صافي نحطوها حتى الاخرى حتى تنعمروا هذاك الاناء ديالنا كله كما كتشوفوا. كنحطوها جانب الاخرى حتى تنعمروا الاناء كامل. صافي هنايا ساليت هذوك الروليات كلهم. غادي نزينوها بالفخوماج من الفوق ونخشيوها في الفران لمده ديال 15 دقيقه. زدت عليها واحد الاعشاب منسمه، ولا تقدروا نتوما تزيدوا الزعتر. صافي هي خرجت من الفران، جات على هذا الشكل محمره مقرمشه. تنتمنى تجربوها. انتم كتشوفوا يا سلام، جات مدغمره يا اختي. ايوا هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق. نتمنى يكون خفيف على قلوبكم. مع السلامه.